في تجربة فريدة ولدت حضارة الأندلس لتقدم للعالم نموذجا متقدما ومتسامحا يظل الأكثر تألقا في التاريخ القديم، حيث التقت شعوب عديدة وديانات شتى في ظل قيادة عربية إسلامية لمدة 8 قرون. غلب عليها التجاور والتحاور والامتزاج والأخذ بقيم حضارية عليا باتت تتوارى في عالم اليوم الذي تحكمه القوى وانقطاع الحوار. ومن شواطئ إفريقية كانت البداية، مع اليد التي فتحت الطريق لحضارة الأندلس. اهلا بكم مستمعينا الكرام، مستمعين راديو SOBS مع الحلقة الثانية من برنامج انستا اندلس. في الحلقة الثانية هنتكلم باختصار عن 3 شخصيات اسلامية مهمة في التاريخ الاسلامي. الشخصيات دي هي الوليد بن عبد الملك بن مروان وموسى بن نصير وطارق بن زياد. وهنتكلم ايضا عن معركة من اعظم المعارك في التاريخ الاسلامي، وهي معركة وادي برباط او سهل برباط. في هذه الصفحات، صفحات الأندلس المفقود، صفحات من تاريخنا الإسلامي المجيد الذي ضاع عند كثير من شباب المسلمين اليوم، فما عادوا يعرفون عنه شيئا. صار الكثير يعرف عن تاريخ أوروبا وأمريكا، أما تاريخ المسلمين المجيد 8 قرون من حكم الإسلام للأندلس بكل ما فيها من صفحات ماجدة وبكل ما فيها من صفحات نذيرة، والأهم من هذا بكل ما فيها من دروس وعبر قد ضاعت. ونود في هذه الحلقات أن نجددها ونتعرف عليها ونفتح هذه الصفحات لنقرأها. الذي يظن أن التاريخ لا يعيد نفسه واهم، والذي يظن أنه يستطيع أن يسير في هذه الحياة دون أن يتعلم من هذه الدروس واهم. تاريخ الأندلس يا إخوة ثروة حقيقية، ثروة ضخمة جدا من العلم ومن الخبرة ومن العبرة. تاريخ الأندلس صفحات طويلة جدا، أكثر من 800 سنة. استحالة نستطيع في هذه المجموعة المحدودة وفي هذه المحاضرات القليلة أن نلم بتاريخ الأندلس. لابد أن نغفل بعض الأمور ليس تقليلا لشأنها، ولكننا نغفلها لضيق الوقت. وعليكم أنتم جميعا أن تبحثوا في هذا الطريق. 800 سنة استحالة تلخص في 10 ساعات أو 12 ساعة. لابد لكم أن تقرأوا وتقرأوا. 800 سنة دولت محتاج تقرأهم في سنوات كثيرة، سنوات كثيرة. ونحن نتحدث عن تاريخ الأندلس فقط، والأندلس ده ركن صغير بعيد في الدولة الإسلامية الضخمة في 1400 سنة في بقاع كثيرة. انظر إلى العمل الذي يجب أن تفعله، ولا تركن أبدا إلى الدعاء، ولا تركن أبدا إلى السكون. أمامك مشوار طويل جدا في البحث حتى تتعرف على سنن الله سبحانه وتعالى. في البداية هنتكلم عن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأول القرشي. الوليد بن عبد الملك كان العصر بتاعه يسمى العصر الذهبي للدولة الأموية، لأن الدولة الأموية في عصره كانت في قمة الازدهار، وده لأن الوليد بن عبد الملك أرسل الجيوش الإسلامية في شتى بقاع الأرض حتى وصل الإسلام إلى الصين شرقا وإلى الأندلس إسبانيا الآن غربا، وأيضا تم فتح بلاد ما وراء النهر، وتم فتح غرب إفريقيا. وبلغت الدولة الأموية في عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان إلى أقصى حدودها. من ضمن رجال الوليد بن عبد الملك بن مروان هو موسى بن نصير. أرسل الوليد بن عبد الملك موسى بن نصير إلى غرب إفريقيا ليفتحها. فتحها ببراعة موسى بن نصير، واستطاع أن يقضي على نزاعات البربر المتوالية للخروج على حكم الأمويين. وهنا تبدأ حدوتة فتح الأندلس. فتح الأندلس كان حلم قديم بيراود المسلمين من أيام خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. موسى بن نصير الخطوة الأولى الذكية اللي عملها إنه تريث وصبر طويلا 7 سنوات حتى يتم الله الفتح في هذه البلاد. الخطوة الثانية اللي عملها الغاية الشديدة في الذكاء، إن هو لم يتولى بنفسه القيادة على هذه القبائل البربرية، بل اختار منهم واحد ليكون هو الحاكم فيهم بأمره. إذا اطمأن الناس إلى أن واحد منهم هو اللي يحكمهم قلت الثورات وقلت الانقلابات، وهدأ الوضع وساد الإسلام.
تعالوا نسمع المشاكل بقى اللي كانت بتواجه موسى بن نصير في فتح الأندلس. تعالوا كده نحلل الموقف ونشوف يا ترى موسى بن نصير بيفكر ازاي هذه الفترة. احنا عايزين نفتح بلاد الأندلس، هو عنده مشاكل ضخمة جدا في فتح بلاد الأندلس. ايه هي المشاكل دي عشان نعرف نحلها معاه؟ فكر زي ما هو بيفكر. موسى بن نصير عنده المشكلة الأولى ان المسافة بين المغرب والأندلس 13 كيلو متر على الأقل، وليس عند المسلمين سفن كافية لعبور هذه العقبة المائية الكبيرة. المسلمون معظم فتوحاتهم كانت برية، لهم بعض المواقع زي ذات الصواري أو فتح قبرص أو ما إلى ذلك، يعني بعض المواقع القليلة، لكن ليست لهم سفن ضخمة تحمل جيوش وتعبر بها مضيق جبل طارق في هذا الوقت. إذن دي مشكلة من المشاكل اللي قابلته. المشكلة الثانية أن جزر البليار ديت جزر في شرق الأندلس قريبة جدا من الأندلس. جزر البليار الآن تبع أسبانيا، فهذه الجزر مملوكة من الروم النصارى. ولو موسى بن نصير دخل وفتح الأندلس ستكون هذه الجزر في ظهره، وهو اتعلم في طريقة الفتح بتاعه ان هو يحمي ظهره حتى لا يقع في أخطاء السابقين. فجزر البليار دي مشكلة بالنسبة له، لازم يحلها قبل ما يدخل على بلاد الأندلس. المشكلة الثالثة ان ميناء سبتة اللي هو ميناء يطل على مضيق جبل طارق لم يفتح حتى الآن. يحكمه رجل اسمه يوليان أو جوليان، هذا راجل نصراني كان يحكم هذا الميناء، وكانت له علاقات طيبة بملك أسبانيا الأسبق أو ملك الأندلس الأسبق. ملك الأندلس الأسبق كان اسمه غيطشة، وغيطشة هذا حدث عليه انقلاب وتولى الحكم في الأندلس رجل اسمه لوذريق أو رودريكو، لكن العرب كانوا ينطقون بهذا الاسم لوذريق. فلوذريق هذا كان يحكم بلاد الأندلس، ويوليان اللي هو كان صاحب الملك السابق بيحكم سبت. ما يقدرش موسى بن نصير يعبر إلى منطقة الأندلس وفي ظهره يوليان. نعم يوليان على خلاف مع لوذريق، لكن من أدراه أنه ينقلب عليه ويساعد لوذريق في حربه في نظير مقابل مادي أو أجر أو ما إلى ذلك. المشكلة الرابعة أن قوات الفاتحين المسلمين التي جاءت من جزيرة العرب ومن الشام ومن اليمن قوات محدودة قليلة منتشرة في كل الشمال الإفريقي، فكيف يأخذ من هذه القوات وينتقل إلى منطقة الأندلس؟ قد تنتقد عليه بلاد الشمال الإفريقي، وقد لا يستطيع أن يفتح بلاد الأندلس بهذا العدد القليل من المسلمين. المشكلة الخامسة أن قوات النصارى في الأندلس ضخمة جدا. كانت النصارى كما ذكرنا تحكم بلاد الأندلس تحت قيادة لوذريق، وكانت كميات الجيوش فيها كبيرة، والرجل كان قويا وكان متكبرا وقوات ضخمة وعدة كبيرة وقلاع وحصون. فديت مشكلة برضو تواجه موسى ابن نصير. والمشكلة الأخيرة والسادسة، ولعل هناك مشاكل أخرى كانت تقابله لا نعلم كل هذه المشاكل، المشكلة السادسة أن أرض الأندلس بالنسبة لموسى بن نصير ومن معه مجهولة تماما. أرض لم تعبرها سفن المسلمين من قبل، لا يعرف أي شيء عن أرض الأندلس ولا جغرافية الأندلس وما إلى ذلك. وإن كانت الأنباء تترامى أن هذه بلاد صعبة جدا جدا في الفتح. ليه؟ لأن جغرافية الأندلس إلى الآن طبعا لما تيجي تدرس جغرافية الأندلس وبعد ما عرفنا المشاكل اللي كان بيمر بيها موسى بن نصير أثناء تفكيره في فتح الأندلس، تعالوا دلوقتي نعرف إيه هي الحلول اللي أدت إلى حل هذه المشاكل. أولا، مشكلة السفن وقلة السفن اللي تنقل المسلمين إلى الأندلس. بدأ موسى بن نصير ولم ييأس في بناء الكثير من الموانئ، أشهرها ميناء القيروان. ثانيا، بدأ يعلم البربر الإسلام، بدأ يديهم أفكار أكتر وتعليم أكتر عن الإسلام، بدأ يعلمهم الجهاد، بدأ يفهمهم معنى بذل النفس في سبيل الله. فأصبح جل العسكر أو جل الجيش الذي يمثل الجيش الإسلامي في هذه المنطقة من البربر. الحل رقم 3 في إخماد ثورات البربر إن هو ولى عليهم واحد منهم زي ما قلنا، وهو طارق بن زياد. طارق بن زياد هو اللي هيقود أول حملة اللي هتفتح الأندلس. طارق بن زياد كان بيجمع بين الورع والتقوى، كان مجاهد من الطراز الأول. آخر حل للمشكلة واللي كان بمثابة مكافأة أو هدية بعد هذا السعي من موسى بن نصير في حل المشاكل التي واجهته، هي رسالة غير متوقعة من يوليان ده اللي هو الوالي على جزر البليار في شرق الأندلس. دي كانت مشكلة من المشاكل، بحيث ان لما الجيش الإسلامي يعدي الناحية التانية هتبقى الجزر دي في ظهره فلا يأمن جانبه. فكان الحل في المشكلة دي هدية من الله سبحانه وتعالى، ان يوليان صاحب هذه الجزر أرسل إلى موسى بن نصير الرسالة
فيها عرض مغري جدا جدا، هو أن يمد موسى بن نصير بالسلاح والعتاد والسفن التي تنقله إلى الأندلس ويسهل عليه الفتح ويصبح هو حاكم للبلاد. كل هذه العروض المغرية في مقابل شيء بسيط بالنسبة للمسلمين، وهو عندما يحكم المسلمين ويستقر لهم الأمر في هذه البلاد يسلموا جميع الضياع وجميع القرى أو جميع المناطق الجميلة التي كانت في ملك غيطشة إلى أولاده وإلى يوليان. وزي ما عرفتوا إن غيطشة ده كان حاكم الأسبق للأندلس، لكن انقلب عليه لوزريق أو رودريكو. لوزريق هذا رجل طماع وجشع ومتكبر جدا ولا يرحم شعبه. العلاقات كانت بين يوليان وغيطشة السابق كانت قوية جدا ورحيمة جدا. أما لما مشي غيطشة ومسك لوزريق خد كل ممتلكات غيطشة وأبنائه وضمها ليه هو. فأرسل موسى بن نصير إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان واستشاره في الأمر فسمح له. اليوم فتح الأندلس. احنا دلوقتي سنة 92 هجرية، احنا في شهر شعبان 92 هجرية، في آخر شهر شعبان، يعني الفتح هيبدأ في رمضان. المكان اللي احنا بنصور فيه ده مكان استراتيجي غير عادي، يعني جغرافية المكان. من هنا عبر طارق بن زياد، عشان كده احنا بنصور هنا، عبر من الحتة الوعرة دي اللي كلها جبال. ايوه، وده كان جزء من اسلوب المباغتة والتخفي. محدش من القوط ولا لوزريق اللي هو قائد القوط اللي موجودين على هذه الارض في ذلك الوقت كان يتخيل ان طارق بن زياد يعبر من هنا. طيب شايفين المنطقة الجبلية دي؟ مين يصدق ان جيش هيطلع من هنا؟ طب وهو جاي منين؟ جاي من الناحية التانية، ده ميناء سبتة. فاكرين سبتة أو ستة؟ المغاربة بيقولوها سبتة أو ستة اللي موجودة الناحية الثانية. دي الجزيرة، شبه الجزيرة اللي كانت مع يوليان، قلنا الحلقة اللي فاتت، ويوليان دخل طارق بن زياد جزيرة سبتة على شرط إن الأراضي اللي اغتصبها لوزريق منه ومن ولاد الملك السابق غطيشة يرجعها لهم تاني. طارق بن زياد يبقى هيعدي من هناك، يبقى هيجي هنا مباشرة، يطلع من سبتة. بس هو الحقيقة لف شوية، منها جزء من التخفي بالمراكب، ومنها جزء ان المنطقة دي منطقة امواج شديدة، فخاف على السفن بتاعته فلف شوية وقام راجع. لكن هو في الاخر من سبتة لهنا مباشرة. هنا المضيق دون اسمه مضيق جبل طارق، الحتة اللي قدامكم المية دي اسمها مضيق جبل طارق، متسمية باسمه. يبقى طارق بن زياد هنا سبتة، هيعدي من هناك. ده كان شبه جزيرة تابعة للقوط، ولوليان قائد الجزيرة دخل المسلمين موسى بن نصير واتفق معاهم، دخل طارق بن زياد، خد المراكب، عدى بمراكب تجارية. يا سلام على التخفي. هو عايز يدخل الأندلس والأول ويقعد قبل ما تحصل معركة، هو اللي يختار وقت المعركة، قائد محنك، وموسى بن نصير طبعا وراه. فطلع بمراكب تجارية، وما طلعش مرة واحدة، طلع على دفعات. الأول فرقة استطلاعية تدخل وتشوف في حد مستني، في جيوش هتواجهنا، وبعدين المركب اللي بعديها، وبعدين المركب اللي بعديها. عدى ب7000 الأول، وبعدين موسى بن نصير هيبعت له 5000 كلهم من الأمازيغ علشان مزيد من التقوية والحماسة. نزل هنا بقى. انتوا متخيلين اللقطة اللي انا فيها؟ انتوا متخيلين انا حاسس بايه دلوقتي؟ تقول بقى عزة، تقول فخر، تقول كأني شايف طارق بن زياد، كأني عايز اقبل رأس موسى بن نصير الراجل المخلص الجميل اللي ما قالش انا، تقول عايز ابكي على حالنا، تقول كل حاجة. انا جوايا كل المشاعر المختلطة دي دلوقتي. هنا جبل طارق. وتحركت النفوس نحو الشهادة في معركة عظيمة جليلة بدأت في يوم 28 رمضان من عام 92 هجري، واستمرت هذه المعركة بين هذا الجيش الصغير بعدده 12,000 مقاتل، الكبير بإيمانه والكبير بثقته بالله سبحانه وتعالى، أمام جيش عظيم هائل 100,000 مقاتل. لكنه رغم حجمه الكبير كان قد أصابه الغرور، حتى إن لودريق أمر بجمع الحبال، فجيء بالبغال المحملة بالحبال، يقصد أنه ينوي أسر هؤلاء جميعا ويريد الحبال يربطهم. هكذا كان غروره. وكان ملكا جبارا، وكان يوضع له سرير على 3 بغال، سرير مكلل بالدر والياقوت والجواهر، وكان يلبس الذهب. هكذا كان يعني ملكا يظهر فخامة وعظمة الملوك. لكن شتان بين من يقاتل في سبيل الله سبحانه وبين من يقاتل في سبيل الدنيا والشيطان. وبدأت المعركة الهائلة 8 أيام مستمرة. دخل العيد على المسلمين، عيد الفطر المبارك. قد يشفق الناظر إلى الجيشين على جيش المسلمين،
يقول هؤلاء 12,000 في مقابل 100,000 من النصارى القدس، يعني تدخل في قلبه شفقة على جيش المسلمين. لكن والله الناظر المحلل يجد أن الشفقة كل الشفقة على جيش النصارى في هذه الموقع. هذان خصمان اختصموا في ربهم، شتان بين الفريقين، شتان بين فريق خرج طائعا مختارا راغبا في الجهاد، وبين فريق خرج مكرها مضطرا مجبورا على القتال. شتان بين فريق أسمى أمانيه أن يموت في سبيل الله، وبين فريق أسمى أمانيه أن يعود إلى أهله وإلى ماله. هذا فريق يقف فيه الجميع في صف واحد كصفوف الصلاة، الغني بجوار الفقير، والوزير بجوار الغفير، والحاكم بجوار المحكوم. بينما هذا فريق يملك فيه بعض الناس الآخرين ويستعبد بعضهم بعضا. هذا فريق له قائد رباني طارق بن زياد رحمه الله، جمع بين التقوى والحكمة، وجمع بين الرحمة والقوة، وجمع بين العزة والتواضع. وهذا فريق له قائد متسلط مغرور ألهب ظهر شعبه بالسياط وعاش منعما وشعبه في بؤس شديد. هذا فريق إذا انتصر وزعت عليه 4 أخماس الغنائم. جيش المسلمين، هذا شرع الله سبحانه وتعالى يقول إن الجيش المنتصر بياخد 4 أخماس الغنائم، مش بياخد 10 جنيه في الشهر أو بياخد 20 جنيه في الشهر، بحيث إن الناس تبارك له على إن هو يعني خد إعفاء من الجيش. مش كده؟ الناس تلاقيها فرحانة جدا إنها عفيت من الجيش. بينما زمان لا، ده الناس تتشوق إلى الجهاد في سبيل الله، وفي حافز نعم من الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى مطلع على القلوب ويعلم قد يكون هناك شيء من التحريك بهذه الغنائم. 4 أخماس الغنائم كانت توزع على الجيوش الإسلامية، لدرجة أن سيدنا عمر بن الخطاب في موقع من مواقع المسلمين غنم المسلمون جواهر عديدة جدا لكسرى فارس، فالجيش الإسلامي مش عارف يوزع الجواهر على الجيش. إزاي يوزع 4 أخماس الجواهر على الجيش الإسلامي؟ راح سيدنا عمر بن الخطاب وفي ورع شديد باع هذه الجواهر الثمينة جدا، ومن هذا الثمن وزع 4 أخماس على الجيش، وخمس دخل إلى بيت المال. لازم 4 أخماس الغنائم تذهب إلى جيش الفاتح. فهذا جيش يأخذ 4 أخماس الغنائم، وهذا جيش لا يأخذ شيئا، بل يذهب كل شيء إلى الحاكم المتسلط المغرور. هذا فريق يؤيده خالق الكون سبحانه وتعالى ومالك الملك سبحانه وتعالى، وهذا فريق يحارب ربه ويتطاول على شرعه وعلى قانونه. باختصار وبإيجاز، هذا فريق الآخرة وهذا فريق الدنيا، شتان بين الفريقين. فعلى من تكون الشفقة؟ على جيش المسلمين أم على جيش القوط في هذه الموقعة؟ على من تكون الشفقة؟ وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. على من تكون الشفقة؟ وقد قال سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هكذا بدأت الموقعة. دارت الموقعة ابتداء من 28 رمضان. أتراها قد استمرت ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين؟ استمرت 8 أيام متصلة. تخللها عيد الفطر المبارك. عيد الفطر يوم من الأيام في أثناء هذا القتال الشرس الضاري الطويل بين المسلمين. أمواج من النصارى تنهمر على المسلمين، والمسلمون صابرون. رجال من المؤمنين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. المؤمنون صابرون مجاهدون يوما والثاني والثالث والرابع حتى ينتهي المعركة في اليوم الثامن. ثم من الله على المسلمين بالنصر بعد أن علم صدق إيمانهم وعلم صبر المسلمين على هذا القتال الطويل 8 أيام متصلة. وقتل لوذريق في هذه الموقعة، أو فر في رواية إلى الشمال، لكن اختفى ذكره من الوجود. وبدأت الأندلس تفتح صفحة جديدة من الفتح الإسلامي الراقي المتحضر لهذه البلاد. وغنم المسلمون غنائم عظيمة جدا في موقعة وادي برباط. كان أهم هذه الغنائم الخيول، فأصبح الجيش الإسلامي كله خيالة بعد أن كان جله رجالة قبل هذه الموقعة. لكن هل كان هذا بلا ثمن؟ جيش المسلمين كان 12,000 في بدء موقعة وادي برباط. في آخر يوم من أيام وادي برباط كان قد استشهد من المسلمين 3000 مقاتل، 3000 شهيد، دماء غالية جدا روت أرض الأندلس وأوصلت هذا الدين إلينا وإلى غيرنا من الناس. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة، حلقة بوادر الفتح والطريق إلى الأندلس، وأتمنى يكون عجب حضراتكم محتوى وطريقة العرض، وإن شاء الله لسه فيه المزيد والمزيد. ما تنسوش تكتبوا رأيكم في الحلقة في الكومنتات، وتشاركوا الحلقة وتعملوا لايك وتدعمونا عشان نقدر نكمل ونستمر إن شاء الله في هذا المجهود المتواضع. ومع حلقة جديدة إن شاء الله من سلسلة إنستا أندلس.